السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، في ناس بطبيعتها لو فرطت في أمر والتفريط ده تكرر كذا يوم يقول لك يا عم ما هي إيه، بايظة بايظة فكمل على بوظانها. تمام، عيش حياتك يا عم واتبسط، وهتعيش مرة واحدة، الحياة مرة واحدة، فالحق اتبسط. ولسان حالهم لسان حال الدهريين الذين قالوا إيه، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. عايز أقول لك سبحان الله إن حتى في العادات غير المسلمين بيتكلموا إنك لو أسقطت عادة حسنة أكثر من مرة فما تخليش أكتر من 3 مرات قبل ما ترجع ليها، لأنك أنت لو استمريت في إنك تترك هذه العادة الحسنة سبحان الله لن تنال إلا اكتساب العادات السيئة. والعادات السيئة سبحان الله عليها ما تنال من العبد ما تناله أيا كان العادة السيئة دي إيه. وزي ما بيقول لك يعني لو فاتك القطر تشعلق في اللي بعده. تعود إن لو حصل حاجة دايما إنك إيه، ما تقعدش تعيط عليها، ما تقعدش زي ما بيقول لك تبكي على اللبن المسكوب، وتحاول إنك تكمل في اللي بعده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رواه عن رب العزة اللي هو الله عز وجل قال: أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم عاد، وهكذا. الله عز وجل يقول إيه؟ قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. سبحان الله، أجمل شيء في الدين الإسلامي إن الله عز وجل يتوب عليك طول ما أنت بتستغفر. فأنت لو ملحقتش أول رمضان عندك فرصة تاني رمضان، ملحقتش تاني رمضان عندك فرصة تالت رمضان، والله لغاية 29 رمضان فرطت فيهم عندك ما بعده، ولكن لا تدري متى تموت. فلازم تركز إنك تحاول تلحق، لأنك بعد الموت لا عمل، ولما ما يبقاش في عمل خلاص. تمام، إنما تذهب إلى ما قدمت. والله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فركز إنك تتوب إلى الله عز وجل ولو قبل أن تموت، ولكن محدش ضامن حياته، فسارع بالتوبة. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فاستعن بالله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل قبل لا توبة. نكرر الأذان. صلى الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.